أولا نترحموا على ضحايا حادثة الحافلة في وادي الحراش. ربي يرحم جميع الموتى ويصبر جميع ذويهم وأهاليهم. صعيبة بزاف وتأثرنا بزاف وشفنا لي فيديو، والله العظيم غير بكينا وغير تأثرنا وغير فاجعة ما رقدناش مليح، ومازال راهي والله غلي نشوفوه. كل فيديو نشوفوه نعاودو نتحسرو، كل فيديو نشوفوه نعاودو نتحسرو. لا غالب صدقوني يا خاوتي، ولا غير أزمة نفسية. سورتو هداك اللي راح يجيب بنتو ومن بعد وراو وليدو يهدر كيفاش داك الفيديو قطع لي قلبي. وتاني ديك الطفلة هادوك اللي مبسكرة اللي كانت تزقي يما نقولها الله يصبرك. وعلى بالي والله العظيم غير على بالي صعيبة، على بالي مهما نقولوا مهما نديروا مهما ندعو مهما فاجعة أليمة وصعيبة صعيبة بزاف. باش نقول لك الا حنا تخلعنا وتشوكينا كيفاش نتوما. الله يكون معاكم ويعرى بزاف. هذاك الراجل اللي دخل وسلك شحال من واحد نقولوا له الله يجازيك والله يكثر من امثالك ان شاء الله. الجزائر متعطشه لرجال مثلك. من بين الاخبار اللي انتشرت بعد الحادثه قالوا باللي راح يعوضوا عائلات الضحايا بمبلغ 100 مليون سنتيم، على بالنا باللي ما يخلف الشعره من الضحايا اللي راحوا مساكين. وتاني راحين يطبقوا قانون، راحين يحبسوا دوك الحافلات المهترئة لأكثر من 30 سنة. احنا نتمناو يكونوا حافلات جدد، ونتمناو أنه المواطن يحترم والشعب يحترم، ونتمناو أنه يفتحوا لنا هذه استيراد السيارات ويرخصوا لنا السيارات رانا للشعب، لأنه الشعب راه يعاني بزاف. شفتوا الضحايا خدامين في لي بنك وخدامين في وما همش لاحقين. وش نقول لكم والله العظيم غير كارثة يندلها الجابين. هو قضاء وقدر، بصح ثاني إهمال، وثاني بلي الشعب راه يعاني. وشتو هذوك الحافلات يتعمروا بالغاشي واقفين قاعدين، والناس ما عندهاش الوقت اللي راح يخدم اللي راح يسترزق اللي راح يداوي اللي راح كل واحد عنده ظرف. الشوفير والرسوفير ما تنساوش رواحكم باللي راكم نتوما من الشعب وابناء الشعب. تهلاو في هاد المواطنين مساكين كي تشوفوهم رايحين على شرهم، ولا كيما راك تجري انت على شرك تاني هما يجروا على شرهم وعلى كاش رزق مساكين. قسما بالله يا ناس رانا نعانوا على الألف والألفين. قسما بالله غير معاناة. الجو كارثة، الطريق كارثة، الكار كارثة، وتزيد تتلاقى مع الشعب ما يرحمش بعضاه. كارثة الكبرى هذه الأعظم قاع. نتمناو ان شاء الله يا ربي في المستقبل نتعظ من هذه الامور، يولي الشعبي يحترم خوه الشعبي، سواء في الترونسبور سواء في السبيطار سواء في السبيطارات راه يصرى فيهم العجب مكاش الرحمه. كاين خبر واحد اخر قال لك وزاره النقل اخيرا قررت سحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكه من الحاضره الوطنيه والتي تزيد مده خدمتها عن 30 سنه. وزارة النقل الإجراء سيطبق في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر، تمنح لأصحاب الحافلات المهترئة لاستبدالها بأخرى جديدة. تلتزم مصالح وزارة النقل بتقديم كل التسهيلات اللازمة لاستبدال الحافلات القديمة بما يسمح بسلاسة العملية دون تعقيدات واحترام الآجال المحددة. نتمنى إن شاء الله البلاد تاعنا هذه تتسقم، نتمنى نديروا الخير في بعضنا، ونتمنى إن شاء الله نحسوا ببعضنا.